الأشخاص التاريخيون ماتوا ووفدوا على ربهم، ما لهم وجود الآن. ليش ننبش التاريخ ونبحث في التاريخ؟ هذا السؤال ملح وقائم. نترك التاريخ وننشغل بهموم الحاضر. أكو كلمة في نهج البلاغة من ألطف الكلمات تجيب على هذا السؤال. الخطبة رقم 147. أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول كما في هذه الخطبة: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد. إذا واحد يريد يعرف الحق، الرشد يعني الحق، لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. لا تقول أنا أمشي في طريق الحق، أنا ما علي بالذين يرفعون راية الباطل. الإمام يقول كلا، لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. لازم تعرف فلان على حق لو باطل حتى تعرف الحق، وإلا لم تعرف الحق. إذا واحد قال أنا أمشي في طريق الحق ولم أعرف أن فلان على حق أو باطل، هذا لم يعرف الحق. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه، فالتمسوا ذلك من عند أهله، فإنهم عيش العلم وموت الجهل. إلى آخر الخطبة. ما هي الرابطة؟ الرابطة بين عرفان الحق وعرفان الرشد ومعرفة الذين حملوا راية الباطل. ما هي الرابطة بين المعرفتين؟ أكو هنا بين شراح نهج البلاغة فيما رأيت كلمات ذكروها، ولكن الشيء اللي يبدو في بادئ النظر أنه إذا واحد ما عرف أئمة الضلال، ما عرف أئمة الضلال، فلان من أئمة الضلال لولا، إذا إحنا ما عرفنا الأئمة الذين يهدون إلى النار لا نعرف الحق. ليش؟ لأنه هؤلاء أئمة الضلال سوف يتحولون عند الأمة وعندنا إلى مصادر إلهام ومصادر استلهام. هذا الاسم اللامع الصحابي الكبير اللي عاش ويا النبي، هذا يعطينا خط يعطينا. إذا أنت ما تعرف هذا من أئمة الضلال، من الأئمة الذين يهدون إلى النار، تأخذ منه طبيعي، فيكون ملهما لك. أما إذا تعرف هذا إمام من أئمة الضلال، تبتعد عنه وتبتعد عن خطه، ولا تستلهم ولا تعتبر قيمة لا لكلمة منه ولا لموقف منه. الآن أجيب لكم مثال، هذا المثال جدا خطير. شوفوا هذه المقالة تنتهي إلى هدم الدين كله أم لا. يقول مضمون كلامه:
يقول إحنا ليش عندنا حالة الجمود؟ إحنا يجب أن تكون عندنا حالة انطلاق. ويجب أن تكون عندنا شجاعة الرواد الأوائل. الرواد الأوائل كانوا شجعان أمام منو؟ أمام الله، أمام القرآن، أمام النبي صلى الله عليه وآله. إحنا مخلين نكون شجعان مثلهم. ليش هذا الجمود؟ الرواد الأوائل في منطقة شطبوا على القرآن. هو يقول طبعا مو بلفظ شطبوا، ألغوا القرآن. إحنا مخلين نلغي القرآن. مثال يقول الأول ألغى آية المؤلفة قلوبهم. الله يقول والمؤلفة قلوبهم إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. القرآن يقول النبي عمل بذلك، ولكن جاء الأول وبكل شجاعة شطب على هذه الآية، قال إلغاء سهم المؤلفة قلوبهم. ليش؟ لأنه الظرف اختلف. في ذاك اليوم الدين كان ضعيف، يجب أن نعطي للمؤلفة قلوبهم 100 بعير مثلا حتى نكسبهم، الكفار مثلا. الآن الدين قوي، بعد ما نحتاج. الثاني كان شجاع، شطب آية من القرآن، يا آية الطلقات الثلاث. القرآن يقول الطلاق مرتان، إلى أن يقول فإن طلقها في المرة الثالثة. واضح الآية، هو يقول واضح الآية الطلقات الثلاث يعني 3 طلقات، ولكن يقول الثاني اجى بشجاعة وشطب على هذه الآية. شلون شطب؟ شاف أنه الناس هوايد يطلقون زوجاتهم، فقال يجب أن نردعهم. كل واحد قال لزوجته أنت طالق 3 تحرم عليه. ليش؟ ردعا أمام الطلاق. القرآن يقول 3 مرات، لكن الرجل يقول مرة واحدة، يقول 3. هذا يؤدي مؤدى 3 مرات. فالرواد الأوائل كانوا شجعان. إحنا مخلي نصير شجعان. هنيئا للطواغيت كلهم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. هذا مربوط بذلك الظروف. خل يأتي حاكم مسلم يتبع الرواد الأوائل في شجاعتهم ويقول الآن الصيام يؤثر في تدهور معدلات الإنتاج، فألغى الصيام. هاي قضية حقيقية. الحاكم الفلاني، ما أجيب اسمه، في البلد الفلاني ألغى الصيام عن العمال. شجاع. حاج، فد حاكم شجاع ثاني يجي أيضا خل يلغي الحاج. ذاك إذا ألغى المؤلفة قلوبهم مع قدسه وورعه وتقواه كما يقول أنا مألغي الحاج. ليش واحد يصرف أموال يروح على حج بيت الله الحرام؟ خل يجي يطوف حول قصري. عبد الملك كان يقول أو ذاك الحاكم، ليش يروحون هناك؟ كل واحد يجي، كل طاغوت يجي، كل حاكم يجي يشطب. ليش؟ الآن الإرهابيون الذين شوهوا صورة الدين في العالم أعطوا انطباع سيء. من منو يستلهمون؟ من هؤلاء الرواد الأوائل. بس ذاك يجي يلكم خشم هذا الرجل أنفه فيحطمه، وهذا يجي يسوي حزام ناسف فيقتل مجموعة. نفس المنهج. لن تعرفوا الرشد. لاحظوا الكلمة ما يقوله أمير المؤمنين صلوات الله عليه: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. لا بد أن تعرفوا. منو أئمة الضلال؟ إذا ما عرفتوا تأخذون منهم.
تتأثرون بهم. أنا مرة مثلت أكو فد ولد فاسد في المحلة، أنتوا طفلكم قولوا لا 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 تسوي غيبة، لا تكشف سره، تستر على هذا ولد الجيران. إذا تسترت هذا ابنك ما يصير عنده مناعة، يروح يتصادق وياه فيفسد. لازم تقول لابنك أن هذا الجار هذا خطير، هذا فاسد، هذا مفسد، هذا يدمر دينك، هذا يدمر دنياك. لازم تقول. لا حفاظا على وحدة المحلة لا تقول شيء، ابنك راح. تشوه صورة الدين في العالم. الإرهاب من أهم مصادره المصادر العقائدية هذا من أهم مصادر الإرهاب، هذا يمد الإرهابي. هي هاي الكلمات اللي قرأتها، هاي اللكمة، وذلك الوطء الأول وذلك الوطء الأخير، هاي تمدهم إمداد. إنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه. لا تقولون هاي بحوث تاريخية، هاي بحوث الحاضر، هذه بحوث المستقبل. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه. من اللي نقض الكتاب؟ الشجعان، الرواد الأوائل. من اللي نقض الكتاب؟ من اللي غير وضوء النبي صلى الله عليه وآله أعوام كان يتوضأ أمام المسلمين. من اللي غير وضوءه؟ من اللي غير صلاته؟ إذا ما عرفتوا معاوية اجى إلى المدينة قال الله أكبر الحمد لله رب العالمين، حذف البسملة. بعد ما كمل فاعترضوا عليه، لماذا يا معاوية؟ أنسيت أم سرقت؟ معاوية حذف البسملة. لا تتكلم حول معاوية، وإذا ما تكلمت حول معاوية تأخذ من معاوية، يصبح كاتب الوحي وتحذف البسملة أيضا، لأن هذا يصير مصدر إلهام إليك. ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقضه، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذه. بعدين هذا إشكالكم إشكال على أمير المؤمنين صلوات الله عليه. اللطيف الخطبة اللي بعدها الإمام ينتقد طلحة والزبير. لا تتكلم حول طلحة والزبير. قبل كم يوم واحد كان يقول زبير صحابي كبير، لا تجرحون قلوبنا، لا تتكلمون عليه. أمير المؤمنين هو الذي يتكلم. شو شلون يتكلم الإمام؟ كل واحد منهما يرجو الأمر له، كل واحد منهم يريد يصير حاكم، ويعطفه عليه دون صاحبه. لا يمتان إلى الله بحبل، أصلا ربط ما إلهم بالله تعالى. عد ابن أبي الحديد في شرح هذه الخطبة يقول قالها في شأن طلحة والزبير رضي الله عنهما. لا يمتان إلى الله بحبل رضي الله عنهما، ولا يمدان إليه بسبب. كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه. ضب رمز الحقد في اللغة العربية، يعني واحد يحقد على الثاني، اثنينهم ذول قادة جيش، واحد يحقد على الثاني. رادوا يصلون صلاة الصبح، هذا دفع ذاك وذاك دفع هذا راد يصير إمام، ذاك راد يصير إمام. اثنينهم وقفوا بالمحراب، هذا يدفع هذا هالشكل وهذا يدفع هالشكل، حتى كادت الشمس أن تطلع. فنادى الناس الله الله يا صحابة رسول الله، شمس دا تطلع، فعينوا واحد ثالث صلى به. كل واحد منهما حامل ضب لصاحبه، وعما قليل يكشف قناعه به. والله لئن أصابوا الذي يريدون لينتزعن هذا نفس هذا وليأتين هذا على هذا. إذا القدرة تصير بيدهم هذا يقتل ذاك وذاك يقتل هذا. شوفوا الخطبة الشقشقية، إذا عندكم انتقاد انتقدوا أمير المؤمنين في الخطبة الشقشقية. وإنه ليعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير، إلى أن يقول لشد ما تشطر ضرعيها، إلى أن يقول فصيرها في حوزة خشناء، إلى أن يقول إلى أن قام ثالث القوم
نافجا حضنيه بين نسيله ومعتلفه، أكو أمض من هذا الذنب؟